بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور زانا معروف الشيخاني، اختصاص في جراحة المسالك البولية والكلى. أعمل في مستشفى مهربان الجراحي في أربيل. اليوم بشكل مختصر أريد أتكلم عن موضوع تضخم البروستات. طبعا تضخم البروستات هي تصاب الرجال تقريبا 65% من الرجال الذين يعبرون عمرهم 60 سنة. ومن أهم أعراضها هي ضعف التبول وتقطيع البول وضعف في دفع البول، إضافة إلى التبول عدة مرات في الليل. طبعا من أهم العلاجات تضخم البروستات هي 3 مراحل بشكل عام. أولها هي متابعة المريض وإعطاء إرشادات خاصة للمريض، وثانيا عن طريق استخدام الأدوية، وثالثا عن طريق العمليات. طبعا العمليات من تجرى لكل المرضى إلا في حالات معينة، أهمها احتباس البول وعدم الاستجابة إلى الأدوية أو تكوين الحصات والتجاويف في المثانة. فالمريضنا اليوم من بغداد زارنا كان يعاني من أعراض تضخم البروستات، ضعف البول وتقطيع البول، إضافة إلى أعراض أخرى. فبعد إجراء الفحوصات كاملة تبين أنه يعاني من تضخم البروستات إضافة إلى الحصات في المثانة. طبعا أجرينا العملية رفعنا الحصات بواسطة الناظور، ثم لجأنا إلى تجريف البروستات عن طريق الناظور أيضا، حتى ما تتكون عند الحصات في المثانة في المستقبل. الحمد لله العملية تمت بالنجاح، آملين الصحة والعافية للمريضنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من بغداد، عانيت من أمراض البروستات والحصوة بالمثانة، والله كتب لي قسمة أن أجي من الدكتور العظيم زانا معروف الشيخاني، والحمد لله شال لي الحصوة بالمثانة وشال لي البروستات. وأنا أتقدم بالشكر الجزيل إلى هذا الدكتور العظيم وإلى هذه المستشفى العريقة، وأنا أشكركم شكرا جزيلا، والله يحفظكم من كل سوء. مهرباني دڵسۆزی و لێزانی